أهلا بيك في أوكتابو. في الفيديو ده هنشرح إزاي تربط الموقع الرسمي للبراند داخل أوكتابو. الخطوة دي بتخليك تضيف أيقونة تواصل على موقع البراند، بحيث أي رسالة أو استفسار يجي من الموقع يظهر عندك جوه أوكتابو، وتقدر تتابعه من نفس المكان مع باقي القنوات. يعني بدل ما رسائل الموقع تبقى في مكان لوحدها ورسائل السوشيال ميديا في مكان تاني، أوكتابو بيجمع كل ده داخل مساحة البراند. علشان تبدأ لازم تكون واقف جوه البراند اللي عايز تربط موقعه الرسمي. من جوه البراند ادخل على القائمة الجانبية واضغط على زرار القنوات. في صفحة القنوات هتلاقي اختيار إضافة قناة جديدة، اضغط عليه وبعدها اختار قناة الموقع. هنا أوكتابو هيطلب منك تضيف اسم للموقع. اختار اسم واضح تقدر ترجع له بسهولة بعد كده، مثلا الموقع الرسمي أو موقع الحملة أو موقع الفرع الرئيسي. وده مهم لأنك ممكن تربط أكتر من موقع على نفس البراند، فالأسماء الواضحة هتساعدك تميز كل موقع عن التاني. بعد ما تكتب اسم الموقع اضغط على زرار تفعيل وإضافة. أوكتابو هيبدأ يجهز ربط الموقع المطلوب. بعدها هيظهر لك كود في أسفل الشاشة. الكود ده هو اللي هيتحط داخل الموقع الرسمي للبراند علشان أيقونة التواصل تظهر وتشتغل. في المرحلة دي كل اللي عليك إنك تنسخ الكود وتبعته لقسم البرمجة أو الشخص المسؤول عن الموقع. المبرمج هيضيف الكود داخل صفحات الموقع، ومع أول تحديث أيقونة التواصل هتبدأ تظهر على الموقع الرسمي. يعني الموضوع مش محتاج خطوات معقدة، كود واحد بيتضاف للموقع وبعدها القناة تبدأ تشتغل معاك جوه أوكتابو. لو حابب تشوف شكل أيقونة التواصل قبل ما تبعتها للمبرمج تقدر تستخدم زرار المحاكاة. اضغط على زرار المحاكاة وهيظهر لك شكل الأيقونة زي ما هتظهر على الموقع. من هنا تقدر تتأكد إن الشكل مناسب وإن مكان الأيقونة واضح للمستخدمين. الخطوة دي مفيدة جدا قبل ما تعتمد الإعدادات النهائية. ولو عايز تتحكم في شكل أيقونة التواصل أو البيانات الأساسية الخاصة بيها تقدر تضغط على زرار التعديل. من خلال التعديل هتقدر تغير الألوان وتختار شكل الأيقونة وتعدل الرسالة الترحيبية اللي تظهر للزائر على الموقع. يعني ممكن تخلي الرسالة مثلا أهلا بيك، إزاي نقدر نساعدك، أو سيب بياناتك وفريقنا هيتواصل معاك، أو أي رسالة مناسبة لطبيعة البراند وطريقة كلامه مع العملاء. مهم جدا إن شكل الأيقونة والرسالة الترحيبية يكونوا مناسبين لهوية البراند. لو البراند رسمي خليك في رسالة مباشرة ومحترفة، ولو البراند شبابي أو خفيف ممكن تستخدم رسالة أبسط وأقرب للعميل. كل التفاصيل دي بتفرق في أول انطباع للزائر وبتساعده يبدأ المحادثة بسهولة. بعد ما الكود يتضاف على الموقع أي رسالة تيجي من أيقونة التواصل هتظهر جوه أوكتابو داخل البراند الصحيح، ومن هنا تقدر تتابع الرسالة، ترد على العميل أو تحولها لفريق المبيعات حسب طريقة شغلك. ولو عندك أكتر من قناة مربوطة هتفضل كل الرسائل متجمعة في مكان واحد. واتساب، فيسبوك، انستجرام والموقع الرسمي كلهم داخل نفس مساحة البراند. بعد إضافة الكود على الموقع اعمل اختبار بسيط. افتح الموقع، اضغط على أيقونة التواصل، ابعت رسالة تجريبية وبعدها ارجع لأوكتابو وتأكد إن الرسالة ظهرت داخل صندوق الوارد الخاص بالبراند. الاختبار ده مهم علشان تتأكد إن الربط شغال وإن الرسائل بتوصل للمكان الصح. خلينا نراجع بسرعة اللي عملناه في الفيديو ده. دخلنا على البراند المطلوب، فتحنا صفحة القنوات، اخترنا إضافة قناة جديدة، اخترنا قناة الموقع، سمينا الموقع باسم واضح، ضغطنا تفعيل وإضافة، نسخنا الكود الخاص بالربط، وشفنا إزاي نستخدم المحاكاة والتعديل للتحكم في شكل الأيقونة والرسائل الترحيبية. كده الموقع الرسمي للبراند بقى جاهز يتربط مع أوكتابو، وأي رسالة تيجي من الموقع هتدخل مع باقي القنوات في مكان واحد. في الفيديو اللي جاي هنشرح إزاي تضيف فريق المبيعات الخاص بالبراند علشان كل ليد يوصل للشخص المسؤول عنه بطريقة منظمة. أوكتابو، منصة واحدة، إمكانيات كتير.